خطف ريال مدريد الإسباني فوزا قاتلا من ضيفه فريق يونيون برلين الألماني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024. كان ريال مدريد الأكثر سيطرة واستحواذا على مجريات اللعب خلال أول 45 دقيقة من زمن اللقاء، دون تهديد حقيقي على مرمى فريق يونيون برلين الذي نجح في إيقاف مفاتيح لعب الفريق الملكي. استمرت سيطرة الفريق الملكي على مجريات اللعب في الشوط الثاني، ونجح النجم الإنجليزي جود بلينغهام في تسجيل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، ليمنح ريال مدريد 3 نقاط أولى في المجموعة الثالثة. هذا وكرر النجم الإنجليزي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، وكان قد تم التعاقد مع جود بلينغهام من بوروسيا دورتموند في صيف العام 2023 حتى 2029. منذ ذلك الحين نجح النجم الإنجليزي في تسجيل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع المرينجي، بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة، وأصبح جود رابع لاعب يحرز هدفا في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في القرن 21. يأتي ذلك بعد كريستيانو رونالدو عام 2009، إسكو في 2013 وماركو أسينسيو في العام 2016.